السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رسالة جديدة لأصدقائي المتنصرين. متفق معكم أنكم بشكل أو بآخر خليتوا الإسلام، لأنكم يعني أنتم عارفين وأنا عارف أنكم عمركم ما كنتم مسلمين صالحين، ولو أن في مجموعة ديال التسجيلات اللي سمعناها ديال المتنصرين اللي تحولوا المسيحية تيقول لك اننا كنا متشددين وكنا متطرفين وكنا وهذا الكلام غير موجود عندنا في المغرب، والحمد لله. يعني احنا الحمد لله الاسلام ديالنا اسلام معتدل ولله الحمد، وديننا القرآن والسنة فقط لا غير، لا القرآن ولا السنة كيدعوا للتطرف. وإلا قلت شي كلام من غير هذا، انا وانت عارف ان الكلام اللي كتقوله انه تعطالك تقوله، هذا ماشي كلامك، كلام تعطالك. وإلا ما تيقتنيش كيمكن لك ترجع للتعليقات ديالنا على كل الكلام اللي قالوه المتنصرين في الموقع ديالنا islammaghreb.com. يعني كاين اخطاء فادحه لا في الفيديوهات ولا في اي شيء. على كل حال، انت خليتي الاسلام، كنسولك سؤال واحد: خلي سب الاسلام وخلي التشكيك في الاسلام، خلي عليك الاسلام. ياك تحولتي من الاسلام، خلي عليك الاسلام. تكلم معنا في المسيحيه. ياك وليتي المسيحية، اعتنقتي المسيحية، اقتنعتي بالمسيحية، فجاوبنا على الأسئلة التالية. أنت الآن كتعبد المسيح، والمسيح عمره ما قال أنا هو الله، والمسيح في الإنجيل عمره ما قال عبدوني. علاش ما قالش عبدوني؟ واش كان خايف؟ واش الله تيخاف؟ نورمالمون إلا كان هو الله خاصو يقول أنا هو الله عبدوني. علاش ما يقولهاش؟ علاش؟ يلا ممكن تعطيني جواب مقنع. علاش قال ما قالش أنا هو الله صراحة؟ المسيح كيقول في يوحنا، في إنجيل يوحنا كيقول: أنا كلمت الناس علانية، أنا علمت في المعبد وفي الهيكل حيث يجتمع اليهود دائما، وفي الخفاء لم أتكلم بشيء. في الخفاء ما قال والو المسيح. طيب فين قال المسيح أنا هو الله؟ طيب في الإنجيل واش التلاميذ المسيح كانوا كيعبدوا المسيح؟ كنتحداك تعطيني في الإنجيل مكان واحد من التلاميذ المسيح عبد المسيح، أو واحد من الناس اللي عاشروا المسيح قال أن المسيح هو الله، أو قال أو عبد المسيح أو سجد للمسيح. غتقول لي واحد فيهم سجد؟ شنو سجد؟ سجود احترام فقط لا غير. سجد سجود احترام. علاش شنو هو سجود الاحترام؟ كنعرفوا ان في الانجيل، خلي عليك القران دابا، انت وليتي كتامن بالانجيل وبالكتاب المقدس، خلي عليك دابا القران. في الانجيل انت اللي كتامن به، ولا بلوطو في التوراة، لان الكتاب المقدس هو التوراة والانجيل، كيحكي القصه ديال سيدنا يوسف خوتو سجدوا ليه. الملاك سيدنا ابراهيم سجد للملائكه. هذاك يعني انهم ان خوت يوسف كيعبدوا سيدنا يوسف، او هذا يعني ان سيدنا ابراهيم كان كيعبد الملائكه؟ لا، هذاك سجود احترام كان في العهد القديم، وكان حتى في عهد سيدنا عيسى. وحتى الانفراد سجد ليه، واش كانوا كيعبدوه؟ لا بتاتا اطلاقا. حتى واحد فيهم ما كان كيعبدو، حتى واحد ما كان كيعبدو. الانجيل، نرجعوا للانجيل، شنو كان كيقول المسيح كيقول لك: ان كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. بمعنى الا كنتي فري كتحب المسيح وباغي تتبع المسيح فتبع كلام المسيح. ما كنطالبكش انا تتبع القران ولا تصافي، انت خليتي الاسلام، تبع الكلام ديال المسيح، لانك الا تبعتي كلام المسيح غتصيب راسك مسلم. شو كيقول المسيح في إنجيل يوحنا 17:3؟ شنو تيقول؟ وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته بمعنى أصح، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحدك وحده لا شريك له، وأشهد أن المسيح رسول الله أرسلته. سبحان الله. شوف المسيح اش كيقولنا. نتوما اللي كتقول ان السجود والصلاه للمسيح ونصليو للمسيح والمسيح يلمس قلبك، شو المسيح اش كيقول لك؟ الا فري كتحب المسيح ياك وليتي متنصر، وشو المسيح اش كيقول؟ المسيح كيقول في انجيل يوحنا الاصحاح 4 النص 22 كيقول: انتم تسجدون لما لستم تعلمون. نتوما كتسجدوا لشي حوايج نتوما ما كتعرفوهاش. اما نحن فنسجد لما نعلم، لأن الخلاص من اليهود. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. سبحان الله. المسيح كيقول لك nous adorons. كيفاش نو بمعنى المسيح هو براسو يعبد، المسيح عبد لله. أما نحن فنسجد لما نعلم. نحن بمعنى هو والتلاميذ ديالو، كل من يتبع المسيح وكل اليهود يعبدون الله سبحانه وتعالى، حتى المسيح، لأن المسيح كان كيمشي ويصلي، كان كيصلي المسيح. لما كان كيصلي المسيح ولما كان كيسجد المسيح هنا تيقول لك: أما نحن فنسجد لما نعلم.
لمن كان كيسجد المسيح؟ ياك انت كتعبد المسيح، اذا انت كتعبد واحد الشخص كان اصلا كيعبد اله، لا اله الا الله، كتعبد بشر. كذلك المسيح جاو الناس كيسولوه كيفاش يصليو، واش المسيح قال لهم صلوا باسم الاب والابن والروح القدس، ولا قال لهم عبدوني انا، ولا قال لهم عبدوا الروح القدس، ولا قال له عبدونا بثلاثه بينا؟ لا، المسيح شنو قال؟ في انجيل متى الاصحاح 9 النص 6 كيقول فصلوا انتم هكذا: ابانا الذي في السماء ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. إذا كنت فري مسيحي وتنصرتي وكتمشي للكنيسة، هذا النص كيتقال مرارا وتكرارا، ولكن فين هو العقل اللي يفهمه؟ فين هو العقل اللي يفهمه؟ المسيح ما قالكش عبدني، المسيح ما قالكش صلي لي، المسيح قال لك عبد الله وعبد الآب اللي هو الله سبحانه وتعالى. المسيح ملي كان مصلوب حسب المعتقد ديالك نتايا كمسيحي، اللي حيت حنا الله المسيح ما تصلبش، المسيح لم يصلب، والله ما غيخليش نبي من انبياء يموت هكاك ويتبهدلوا ويبصقوا عليه ويضربوه ويجمعوه بالنصوص كيف هو مذكور في الانجيل. شو المسيح اش كيقول؟ فصلوا انتم هكذا: ابانا الذي في السماء فليتقدس اسمك فلياتي ملكوتك فلتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. سبحان الله. شو المسيح شنو قال كذلك؟ شو المسيح اش قال في انجيل يوحنا؟ قال لها في إنجيل يوحنا الإصحاح 4 النص 21 كيقول: قال لها يسوع: يا امرأة صدقيني إنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب. ماشي ليسوع، ماشي تسجد ليسوع، تسجدون للآب. هادشي كاين في يوحنا الإصحاح 4 النص 21. قال لها يسوع: يا امرأة صدقيني إنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب. علاش انت كتعبد المسيح؟ واش المسيح قال لك عبدني؟ غدا يوم القيامة المسيح غادي يقول لك أنا ما تنعرفكش، المسيح يقول لك أنا ما تنعرفكش، أنت كتعبد واحد، أنت كتتبع كلام القساوسة، ماشي كلامي. المسيح قال لك تبع الكلام ديالي ماشي كلام القساوسة. شوف في الإنجيل اش كيقول. شو بولس شنو قال بولس غادي نشوفوا الآن القول ديال بولس. اشنو قال بولس؟ كيقول في الرسالة الأولى إلى كورنثيوس لإصحاح 8 نص 6 كيقول: لكن لنا إله واحد الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له. سبحان الله. إله واحد اللي هو الآب، هذا بولس. ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء. ما معنى كلمة رب؟ لورد، سينيور. واش معناتها الله؟ معناتها ديو؟ لا. رب إلا كنت كتقرأ الإنجيل كيقول لك كلمة رب تعني يا معلم، كلمة رب كتعني معلم. وسول عليها القسيس، سول عليها الراعي ديالك، كي بيناتكم بلا ما تقول له قال لي مسلم، طرح عليه السؤال: ما معنى كلمة رب؟ كلمة رب تعني معلم فقط لا غير. أما الله المعبود هو الله الآب، هو الله اللي كنعبدو حنا المسلمين. الله لا إله إلا هو. الله ماشي بشر، متى يأكل، متى يشرب، متى ينعس، متى يضربوه، متى يبصقوا عليه. الله عظيم. ماشي انتم درتوا بحال اللي داروا عباد البقر وقالوا أن الله تجسد في بقرة، انتم كتقولوا الله تجسد في إنسان. فكر في هذه الهضرة ديالي، وأسأل الله العلي العظيم أنه يرزقك الهداية. واسمحوا لي لا طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.